الأخوة الحضور إن شاء الله مستعدين، والشيوخ مستعدين إن شاء الله على الإجابة اللي سألتكم سؤالكم إن شاء الله. في سؤال إلى سماحة الشيخ واثق الشمري. سؤال يقول: رأي مذهب أهل البيت عليهم السلام في أم المؤمنين عائشة ودورها في الحياة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد حقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهنئكم جميعا وأهنئ الأمة الإسلامية بولادة الأئمة الأطهار عليهم السلام. وأيضا أتمنى لكم في هذا الشهر المبارك التقوى والورع والتوجه إلى الله عز وجل، لأنها من الأشهر شهر شعبان له خصوصية عند مذهب أهل البيت عليهم السلام. وأيضا أحب أن أتطرق قبل الإجابة على هذه الأسئلة أن أقول: الكثير من الناس يرفعون شعار بأنهم يحبون أهل البيت عليهم السلام، لا سيما أتباع ابن تيمية. أتباع ابن تيمية يرفعون شعار يقولون نحن نحب أهل البيت وما عندنا مشكلة مع أهل البيت، وتشوف أنه ما مرت ولادة من ولادات أي إمام من أئمتنا عليهم السلام ما له شغل به، ما حد يم الأئمة. إذا كانوا يرفعون لواء أهل البيت وهم فعلا يحبون أهل البيت، فاليوم خلي يحرجوني ويحرجونه ويسووا لهم ميلاد، احتفالية، ذكر، أبد. شعار يرفع وفقط شعار بدون تطبيق. تشوف أن أحياء ذكر الأئمة سواء في استشهادهم أو في ولاداتهم يقيمه أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهذا دليل على أننا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام، نقول ونفعل، مو كالذين ينقلوا لي الكثير وهو كذب طبعا بأنهم يحبون أهل البيت. الحب مو لقلقة ألسن، الحب تطبيق في ساحة الواقع. أما بالنسبة للإجابة إلى السؤال الذي وجه إلينا: ما هو موقف مذهب أهل البيت عليهم السلام من عائشة؟ نحن هناك نقطتان في الواقع. نقطة أنه نؤمن بكبرى أنه ما زنت امرأة نبي قط. عن عبد الله بن عباس رواياتنا تؤكد أنه ما زنت امرأة نبي قط، وأئمتنا عليهم السلام دافعوا عن ذلك دفاعا شديدا. لكن عائشة هل كانت تبغض علي بن أبي طالب؟ نعم، كانت تبغض علي بن أبي طالب. أنا عندي وصلت في التحقيق أول من نصب العداء لعلي بن أبي طالب هي كانت عائشة. واقعا احنا ندعو إلى، لا نضحك على أنفسنا، ندعو إلى الوحدة ونحب أخوتنا ونتعايش مع الجميع، ما عندنا مشكلة. بس هذا لا يعني أننا إذا وصلنا إلى حقيقة من الحقائق لا تكشف أو لا ننقلها تحت عنوان أننا بالعكس بعضنا يحب بعض وأخوة ونتعايش. لكن في الواقع أن كانت موقف مذهب أهل البيت، ولو أن البعض لم يبح به، إذا كان البعض لم يبح به من مذهب أهل البيت مجاملته، نعم ممكن. لكن الواقع أن موقفنا من عائشة أنها بغض النظر عن التفصيلات التي ستأخذ وقت إجابة بالذات على هذا السؤال، موقف مذهب أهل البيت من عائشة أنها كانت تبغض علي بن أبي طالب وتنصب له العداوة. إلى أن تنبع السؤال.